عملت مسابقة كذا مسابقة على الصفحة بتاعتي على الأفكار، إيه الذكر اللي بيحل المشكلة الفلانية، إيه الذكر اللي بيحل المشاعر الفلانية. وكانت الإجابات اللي خلتني ألاحظ حاجة مهمة جدا. أول حاجة إن الناس أصلا مش عارفة ومش مدركة نوع المشاعر اللي هي حاسة بيها. تاني حاجة إن الناس بتخلط بين الأحاديث بعضها وبعض وبين الأذكار اللي بتعالج المشاعر المختلفة. ما هو لو أي ذكر بيعالج أي مشاعر ما كانش ربنا سبحانه وتعالى علم النبي صلى الله عليه وسلم إن الذكر ده مخصوص للمشاعر دي والذكر ده مخصوص للمشاعر دي، فمحتاجين نتعلم عن مشاعرنا. لأن إذا كان الصحابة رضوان الله عليهم نفسهم في أزمان كتيرة جدا، إذا كنا احنا دلوقتي بنقول علوم إنسانية وكوتشنج وحاجات ولحد دلوقتي احنا مش فاهمين أصلا مشاعرنا عاملة إزاي. الصحابة رضوان الله عليهم أيام النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لهم الذكر ده للحزن، الذكر ده للكرب، الذكر ده لقضاء الدين، الذكر ده للهم وخوف المستقبل، الذكر ده للغم والتأثر أو الحالة اللي أنت فيها بسبب الماضي، وهكذا. فإذا كان الصحابة رضوان الله عليهم كانوا فاهمين ومدركين مشاعرهم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيديهم علاج أو دواء مناسب لكل داء عندهم. فدي واحدة من أهم الحاجات اللي احنا لازم نتعلمها من الذكر، إن احنا محتاجين إن احنا نعرف مشاعرنا هي عبارة عن إيه، علشان نعرف إيه نوع الذكر المخصص ليها. زي ما اتكلمنا وقلنا إن الذكر اهم فيه كتير قوي انك تتدبره، اهم بكتير قوي من انك تقعد تقول فيه اعداد كبيره قوي من التدبر. لعلك تقول 10 بتدبر بس بيبقوا اولى عندك من 100 من غير تدبر، وتاثيرهم في نفسك وشخصيتك ونفسيتك وتزكيتك اعلى بكتير. فكمان هيبقى فهمك للمشاعر اللي بيتعامل معاها الذكر ده مختلف جدا ومختلف وانت بتعالج بيه مشاعرك، لان كانها الحاجات دي كلها كانها دواء من الله سبحانه وتعالى بعته لك علشان تعرف لما تعيا بوجع معين تاخد ليه ايه. فتخيل انت بتشخص المرض غلط بتاخد له الدواء الغلط. طبعا الذكر من الله سبحانه وتعالى واي ذكر الله سبحانه وتعالى بتطمئن به القلوب، لكن خلينا نستفيد فائده اعلى من الذكر ونتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم ان احنا نتعلم ان كل ذكر معين هو ليه مشاعر معينه بيعالجها. وبالتالي لما تحس بالاحساس ده اسكت. مش هينفع ان احنا دايما نفضل محددين لنفسنا ورد معين من الافكار ما بنخرجش عنه. طب انت حاسس النهارده مشاعر مختلفه، خلي 100 ولا 200 من اللي انت بتقولهم دول كل يوم خليهم للمشاعر اللي عندك، علشان احنا مش روبوت. وربنا سبحانه وتعالى لما حط لنا علاج لكل ده ما كانش عشان احنا نسيب كل الادويه دي على جنب ونخلينا احنا مركزين بس في اللي احنا عايزين نقوله والعدد اللي احنا عايزين نخلصه وخلاص. لا، ربنا سبحانه وتعالى عمل لك لكل نوع مشاعر ذكر معين بيعالجه، وبالتالي استفيد بالدواء اللي ربنا سبحانه وتعالى بعته لك. فعشان تختار الذكر المناسب انت محتاج انك تعرف مشاعرك هي ايه اصلا وايه الذكر اللي بيتعامل معاها. وطبعا انا مش هقدر ان انا احصي لا كل المشاعر ولا كل الافكار ولا اتكلم عن تفاصيلها، بس كلمتين بس يطلعوا لك على اي بحث انت تعمله على النت ولا كده هيكونوا كافيين جدا عشان تفهم. الحقيقه ان كل نوع من انواع الافكار دول بيغرس جوانا احنا مفاهيم معينه، ويمكن دي فكره البرنامج كلها، ان في مفاهيم معينه بتتغرس في كل ذكر. فطالما ربنا سبحانه وتعالى اختار الذكر ده للوضع ده والمشاعر دي، يبقى اذا سبحانه وتعالى اعلم ان كمان المفاهيم اللي بتتغرس جوانا بالذكر ده هي دي حل الحاله اللي احنا فيها دلوقتي. يعني مثلا لما اتكلمنا عن لا اله الا الله فقلنا ان ده ذكر لاي حد عايز يحس باحاسيس ومشاعر في الدين وفي الايمان وفي قراءه القران وفي الصلاه. لا اله الا الله اي حد عنده العبادات تقيله شويه على قلبه فيقول لا اله الا الله. لا اي حد متعلق بحاجه معينه او بشيء او بحد معين يقول لا اله الا الله. طب ليه لا اله الا الله اصلا هي الدواء بتاعت الحاجات دي كلها، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال لنا وزي ما النبي صلى الله عليه وسلم علمنا وزي ما كتير من المشايخ استخرجوا من مواقف النبي صلى الله عليه وسلم وحياته. لان لا اله الا الله هي توحيد خالص. انت بتحاول بتوحد المصدر بتاع كل حاجه سبحانه وتعالى. انت بتوحد مصدر الرحمه ومصدر المشاعر ومصدر الود ومصدر الرزق سبحانه وتعالى. فلما قلبك يتعلق بحاجه قوي معنى كده ان هو مش عارف يقف يعني ايه بطوله كده من غير اي حد او اي حاجه. فلا اله الا الله بترجعك للتوحيد. هو مين ربك سبحانه وتعالى؟ بتعين الشركاء. عشان كده قلنا لا اله الا الله وحده لا شريك له. انت بتعين اي شركه عن ربنا سبحانه وتعالى، والتعلق هو نوع من انواع الشرك حسب طبعا الدرجه بتاعته. بس في الاول وفي الاخر اي حد متعلق بحاجه محتاج ان هو يقول لا اله الا الله كتير قوي عشان يوحد خالص قلبه كده ويكون خالص لله والوجه الله سبحانه وتعالى. لما نقول التسبيح عشان ضيق الصدر وارجع للحلقه بتاعت التسبيح، لكن لما قلنا التسبيح عشان ضيق الصدر ما اكيد في مفاهيم في التسبيح هي اللي بتخلي ضيق الصدر عندي ينفرد.
لما اقول ان سبحان الله وبحمده، هي فعلا ان هي بتشيل ضيق الصدر. يبقى انا محتاج ادرك ان انا لما بنزه ربنا سبحانه وتعالى باسماء وصفاته عن اي نقص او عيب او مشابهه مخلوقاته، الضيق اللي في قلبي ده بينشرح. ليه؟ لانك بتدرك ببساطه جدا ان اي ضيق انت فيه ده معناه ان انت مثلا ايه، ضيق مادي مثلا، فانت محتاج ان انت من الله سبحانه وتعالى يبعت لك فلوس لان انت في ضائقه ماديه او في ضائقه ديون او في مصاريف مش عارفه ايه متراكمه او اي حاجه. طب هو مين الرزاق؟ الله سبحانه وتعالى. طب الرزاق ده سبحانه وتعالى هل في اي نقص في عطائه لرزقه ولعباده؟ ابدا. هل في اي عيب؟ استغفر الله العظيم او حاشاه. هل ربنا سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا ممكن يديك رزق مش ملائم ليك او ياخد منك رزق في وقت انت محتاجه قوي قوي قوي؟ لا. غير لو عمل كده سبحانه وتعالى بحكمه، يعلم سبحانه ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض. وكذلك في الضيق لما النبي صلى الله عليه وسلم ضاق صدره من الناس اللي بتتكلم كتير قوي قوي، تخيل علينا احنا لو انت صدرك مليان بضيق من كلام الناس كتير قوي اللي وحشه، اللي عماله تتريق ولا عماله تتنمر ولا عماله ان هي تحبطك او اي حاجه من الحاجات دي كلها. تخيل لما تنزه ربنا سبحانه وتعالى في الصفه اللي انت محتاجها في الموقف ده، فتقول له يا رب انا متاكد ان الصفه دي عندك سبحانه وتعالى ما فيهاش اي نقص، ما فيهاش اي عيب، كل اللي بتعمله يا رب بحكمه، واكيد هي مش شبه مخلوقاتك، فانا تصوري مش عارف يجيبها ومش عارف اتصور المخرج طبيعي لان انا تصوري بشري، بس انت يا رب اصلا مش شبه مخلوقاتك. فلما بتتغرس المفاهيم دي كلها وبتتحرك بيها في الدنيا، فعلا بيبقى سبحان الله وبحمده بتشيل ضيق الصدر. وعشان كده زي ما قلنا ان ربنا سبحانه وتعالى هو مقدر جدا 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 مشاعرنا، فكمان ربنا سبحانه وتعالى بعت لك لكل نوع من انواع المشاعر الذكر المناسب ليها، الذكر المناسب ليها اللي يقدر يخرجك من الحاله اللي انت فيها. فلو المشاعر عندي بيبقى وراها مفاهيم وبعدها سلوك، لما المفاهيم تظبطها جدا بالافكار اللي موجوده وانت بتقولها وتستشعرها جدا جدا والمفاهيم تتظبط، هتبتدي تغير كتير جدا في نوع المشاعر اللي عندك، هيبتدي حتى تصرفاتك في الدنيا وحياتك تتغير. دي كانت واحده من اهم الدروس اللي بيعلمها لنا الذكر.